إدمان الموبايل دلوقتي بقى أكبر وباء بيضرب البشرية غير الأوبئة الحقيقية، ومش قصدي طبعا على كوفيد لأن ده مش مرض حقيقي. وعلشان تعرف إذا كنت ضحية لإدمان الموبايل أو لأ، فأنا عايزك تجاوب على الأسئلة دي. هل لما بتكون قاعد مع صحابك بتبص على المسجات كل 10 دقايق؟ إدمان. هل بتقرر تفتح موبايلك وتبص على حاجة بسرعة وفجأة بتلاقي نفسك بقالك 3 ساعات بتقلب في التيك توك وإنستجرام؟ إدمان. بتاخد موبايلك معاك الحمام وتطلع بعد ساعة ورجلك منملة؟ إدمان برضه. فيعني بنسبة 100%. وبما إنك دخلت على الفيديو ده كمان، فأنت بتعاني من إدمان استخدام الموبايل بشكل عشوائي وغير واعي. الموبايلات بقت بتعمل كل حاجة ممكن تتخيلها، تتفرج على فيديوهات ويوتيوب، تتصفح السوشيال ميديا، تبعت رسائل، ترد على مكالمات. الموبايلات مفيدة جدا، بس تبعا للإحصائيات فأكتر من 50% من الناس شايفين إنهم مدمنين على موبايلاتهم، و75% منهم بيستعملوا الموبايل حتى وهم في الحمام. إدمان الموبايل بيخلي ناس كتيرة حاسة إنها مفصولة عن العالم الحقيقي، وده بيزود من العزلة والاكتئاب، وبيخلينا نغرق في تيك توك بشكل جنوني. وديك شايف الوضع حوالينا عامل ازاي. بس مش عايزك تقلق، لأن في حلول. يعني صدق أو ما تصدقش، في ناس مش ماسكة الموبايل دايما وطول الوقت. بس قبل ما ندخل في الحلول العملية، تعالى نتكلم الأول عن الطرق اللي بتفشل وبيتم الترويج ليها بشكل كبير جدا. الحل الأول من الحلول الوهمية اللي ما بتجيبش نتيجة دي هما الناس بتوع الجري سكيل. يعني دول بيخلوا الموبايل بالأبيض والأسود علشان يكون ممل، فيقللوا استخدام الموبايل. بس الحقيقة إن هما بيستخدموه بنفس القدر بس بشكل أوحش، يعني زي تلفزيون زمان. أنت لازلت هتستخدم الموبايل، بس هتستخدمه بالأبيض والأسود، فأنت لسه تعيس زي ما أنت، وكمان حاسس بالملل. الحل التاني الغير فعال هما الناس بتوع الديتوكس من السوشيال ميديا، اللي هما الناس اللي بيبدأوا يعلنوا على السوشيال ميديا إن هما هيعملوا ديتوكس، وبعد ما ياخدوا جرعة من الفاليديشن يا اما بيرجعوا يستخبوا ويستخدموا السوشيال ميديا الانستجرام وتيك توك بشكل متخفي، يا اما بيكملوا فترة على الديتوكس اللي هما بيعملوه وانقطاعهم وحذفهم للابليكيشنز دي، وبعدين يرجعوا تاني ويقولوا انا عملت ديتوكس من السوشيال ميديا لفترة وحياتي اتغيرت. المشكلة ان هما اول ما بيرجعوا لنفس درجة الادمان، زي اللي بيكسر الرجيم فبيروح ياكل تورتة كاملة. طيب ايه هي الحلول اللي بتنفع فعلا؟ أول حل بينفع بشكل عملي هو قفل الإشعارات. الإشعارات معمولة علشان تاخد تركيزك، تشدك للموبايل. لو قفلت كل حاجة غير الرسائل والمكالمات هتلاقي نفسك بتبص أقل بكتير في الموبايل. بس طبعا اشترك في القناة وفعل الجرس علشان تستفيد من المحتوى الأسطوري اللي أنا بقدمه ده، مش هتلاقيه في أي حتة تانية، خلي بالك. الحل التاني علشان تقلل استخدامك للموبايل بشكل عام هو انك تحط لنفسك قوانين. يعني مثلا تقول لنفسك او تحط قاعدة بانك مش هتبص على الموبايل الصبح غير لما تقوم وتصلي الصبح، او ممنوع تستخدمه في السرير. انا عارف ان ده شبه مستحيل يعني بالنسبة لاغلب الناس دلوقتي، بس بشكل عام وجود قواعد لاستخدام التليفون هتقلل من السكرولينج بتاعك ومن استخدامك للموبايل بشكل تدريجي على الأقل. يعني واحدة من القواعد بتاعتي في استخدام الموبايل هو إن أنا مش ببص على الموبايل وأنا قاعد مع صحابي أو مع عيلتي. الحل الثالث هو إنك تخلي الموبايل بعيد عنك. في كتاب اتوميك هابتس او العادات الذريه لجيمس كلير، جيمس كلير بيقول علشان تقلل من اي عاده سيئه خلي الوصول للعاده او ممارستها صعب وبتتطلب مجهود وحركه. يعني حط مثلا الموبايل على الشاحن والشاحن يكون بعيد عن السرير، او استخدم منبه حقيقي بدل المنبه بتاع الموبايل عشان تصحى الصبح. لو عندك شغل او مذاكره فحط الموبايل في اوضه تانية، لأنك كل ما تزود العوائق هتعلم نفسك تواجه الحاجة اللي انت بتعملها بدل ما تهرب منها. الحل الرابع هو انك تستخدم تطبيقات او ابليكيشنز علشان تمنعك او تقلل استخدامك للموبايل. في ايفون مثلا في سكرين تايم اللي بيوريك قد ايه حياتك بتضيع على الموبايل. وعيك بعدد الساعات اللي انت بتضيعها على الموبايل هيخليك تقللها حتى لو حاجة بسيطة جدا. طبعا في ابلكيشنز زي جومو وكلير وبلوك سايت وفريدم سبيس، حاجات كتير في ابلكيشنز كتير جدا 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 عن ازاي تقفل ابلكيشن لعدد ساعات معينة او تقفل الموبايل خالص لعدد ساعات معينة. انا عايزك تعرف ان الحلول دي مش هتمنع الادمان بنسبة 100%، بس الفكرة ان هي هتخليك او هتحط لك نظام يخليك تسيطر على استخدامك بشكل تدريجي. على المدى القصير هتحس براحة وتركيز اكبر.
على المدى الطويل أو البعيد حياتك كلها ممكن تتغير بشكل فعلي، وده مش مجرد كلام. هي الموبايلات ممتعة لو استخدمناها بشكل واعي، لكن كإدمان أعتقد إنها بتبوظ المخ، بتبوظ كيمياء المخ، بتبوظ هرموناتنا، بتبوظ وقتنا وتضيعه، وبتبوظ أسلوب حياتنا بالكامل. فما أعتقدش إن استخدامها الغير واعي بيقدم لنا أي شيء مفيد. نصيحتي ليك، خليك حاضر، ما تخليش الخوارزميات تتحكم فيك، ما تخليش سعيك للانتباه من خلال التفاعل على الإنترنت يخليك تنفصل عن حياتك. اخرج بره الدايرة اللي انت عملتها لنفسك دي، وابدأ بص للدنيا بنظرة مختلفة بدل ما تفضل عايش في نفس الدوامة. بس كده. لو عجبك الفيديو ده ولقيت فيه قيمة وفائدة حقيقية، ما تبخلش على أصدقائك بإنك تشاركه معاهم، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف محتوى تاني من ده. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.